منتخبنا اليمني أمامه 3 مواجهات، 3 مباريات مهمة في بطولات مختلفة. المباراة الأولى ستكون أمام منتخب بوتان في تاريخ 18/11/2025 في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027، أي بعد 5 أيام من تاريخ اليوم. ومن ثم المباراة الثانية ستكون أمام منتخب جزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العرب في تاريخ 26/11/2025. المباراة الأخيرة، المباراة الحاسمة، ستكون أمام منتخب لبنان في تاريخ 31/5/2026، أي بعد 6 أشهر من الآن. بالتوفيق لمنتخبنا اليمني إن شاء الله بإذن الله، ودعوة للجماهير اليمنية أن تكون سندا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي لهؤلاء الرجال الذين سيشرفون الكرة اليمنية وسيمثلون منتخب اليمن. ولا تنسوا متابعة معلقكم اليمني هيمان عبد الله الذي يحلم بأن يكون معلقا في قنوات بين سبورت وقنوات 8 إن شاء الله بإذن الله. كل المطلوب متابعة، لايك، اكسبلور، إعادة نشر، طلعوا هذا الفيديو اكسبلور إن شاء الله بإذن الله. شكرا للجميع.